ازاي نحل السؤال ده بسرعة سريعة جدا؟ بص يا سيدي، في اغنية جميلة جدا بتقول لك ايه: فك اضرب نقص سايب على مربوط الكسر الاعتيادي يطلع مبسوط. طيب فك ايه؟ فك العدد العشري الدوري اللي قدامك ده. دي 7 عليها خط، يعني السبعة هي اللي بتتكرر يا باشا، يبقى دي 0.7 بتتكرر كتير يا سمير اهو. ادي كده انا عملت اول خطوة اللي هي ايه؟ فكيت. طيب بعد كده انت بس في خطوة زيادة، انت هتقول هنا ان دي باكس. حلو. وبعد كده ايه؟ اضرب. اضرب في كام؟ عندك اختيارات: 10، 100، 1000، وانت ماشي واحد وزود اصفار زي ما تحب. طب اختار مين فيهم؟ السبعة بس هي اللي بتتكرر، ده عدد واحد، يبقى تضرب في 10. يبقى هتقول 10 في اكس، يبقى التانية دي هتبقى اكتب تحت كده 10 اكس بيساوي. انت لما تضرب في 10 البوينت تاخد خطوة يمين يا ياسمين، هتبقى 7. ها، بوينت سبعات كتير كتير كتير. حلو. يبقى انا فكيت وضربت. بعد كده يفك اضرب ايه؟ نقص. انقص ايه؟ هتقول اطرح، يعني هتقول 10 اكس ناقص اكس يديني كام؟ يديني 9 اكس. هتقول دي ناقص دي. طيب ودي ناقص دي، 7 ناقص صفر تبقى ب7. ودول كده زي دول كده، لما تنقصهم يبقى باي باي، مفيش حاجة موجودة. يبقى خلاص بقت 9 اكس يساوي 7. طب فين الكسر الاعتيادي؟ قلت لك السايب اللي لوحده من غير اكس اللي هي 7 على المربوط اللي هو جنبه اكس على طول اللي هو التسعة. يبقى الكسر الاعتيادي بتاعنا طلع 7 على 9، يبقى الاكس 7 على 9 بس كده.